ايوه اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك الأخ رامي؟ حياك الله، الحمد لله بخير. أستاذ رامي، في سؤال عندي. سني ولا شيعي؟ شو شيعي؟ شيعي. اسمك ايه؟ نعم. اسمي يزن. بس انا مكتوب قدامي محمد. لكن يعني رقم أخي، يعني ما أدخل، أنا ما عندي رقم، لكن اسمي بس اخوك أكتب معمم. رقم أخي دائما. اخوك معمم اسمه لا الشيخ لا لا محمد. لا هو لا مكتوب الشيخ لا 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 محمد. لا لا. سؤال أنا، لا كان كاتب يزن يعني كاتب يزن بالإنجليزي. لا والله مكتوب خرج كيف؟ لي الشيخ محمد والله ما مكتوب أدري. قدام. مش مهم، اتفضل قسم بالله سواء ما أدري. معمم المهم، او غيره. اتفضل حياك الله. سؤالي إنه هسه إحنا هذا كشيعة وسنة، إنه أساس الشيعي يقول أنا ديني صحيح والسني يقول ديني صحيح، صح؟ نعم. نعم. هسه إننا ندري إنه يعني حديث الثقلين يؤكد إن الشيعة يعني كلام صحيح، أو يعني رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال إني تارك إليكم الثقلين. اللي هم الثقلين ايه؟ منهم أهل البيت. اللي هم ايه أهل الثقلين؟ البيت. أهل البيت الثقلين. لا أهل بيته. لا لا لا، الثقلين القرآن واهل البيت. أهل بيتي صح، والقرآن أهل لا بيتي. شفت خليك معايا يا يزن، اوضح لك الموضوع ده، ولا خلص كلامك كله وبعدين انا اوضح. اتفضل. كمل يا شيخ، كمل أنت على راحتك، كمل، أنا الله عايز أفهم منك من الله البداية. يسعدك. هوضح لك يا يزن وارجع اسمعك تاني. شوف يا يزن، اول حاجه، لن يعلقنا النبي صلى الله عليه وسلم باشخاص. يعني قبل ما يموت يقول لنا تعلقوا باشخاص ويعلق قلوبنا باشخاص؟ لا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا يزن: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الإسلام دين كامل، لا يحتاج لإمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون، لأن الدين كمل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا حديثين: حديث الثقلين وحديث العترة. حديث الثقلين صحيح، حديث العترة في سنده مقال، حتى علماء الشيعة اعترفوا أنه لا يصح سندا عند الشيعة. حديث الثقلين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: واهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي ثلاث. خلينا وقفه يا يزن مع حديث الثقلين انا وانت. ممكن سؤال يعني؟ لا خلينا بس، انا هسمع منك وهنكمل انا وانت. بس انا احنا عندنا في المدرسة أخذنا عن حديث الثقلين، إنه قال مثلا، ويعني الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين عن أهل بيتي، هاي أخذنا يعني حديث كامل. لا، هو يعني حديث السنه والشيعه حقيقة يعني. اتفقوا ان الثقلين القران والعتره. يعني انت هل ترى ان النبي هيامرنا بالتمسك بالعتره دون التمسك بالقران؟ لا. اذا يبقى هو القران والعتره عند السنه والشيعه. بس انا عايز اسالك سؤال يا يزن، انت عندك قد ايه يا حبيبي؟ عمرك كم؟ 15 سنة. كم؟ 15. 15. ما شاء الله. 15 سنة ما يعني. شاء الله. الله يشرح صدرك يا يزن ويوفقنا واياك يا حبيبي يا رب. بص يا يزن، لكن انا هسمع عندي منك. كثير أسئلة صراحة. هسمع منك وهنتكلم في حديث الثقلين. بس انا عايز اسالك سؤال، بس تجاوبني بصراحه واحنا في رمضان. إيه. نعم. بدون كذب، واحنا في رمضان، ماشي؟ نعم. مين اللي متمسك بالقرآن أكثر وبيحفظ القرآن أكثر وبيرتل القرآن أكثر؟ مين؟ أهل السنة ولا الشيعة؟ أستاذ رامي، هو ماكو فرق، لكن يعني هو شيء أيضا يقرؤون القرآن، لكن السنة تفوقوا من ناحية اللي يعدهم مثلا قارئين معروفين. قارئين يا يزن، أنا ما بتكلمش قارئين يا يزن. أنا ابني أصغر منك بحوالي 6 سنوات، يحفظ أكثر منك القرآن نعم. بكثير. أخوه أصغر منه يحفظ أكثر منه. مش أنا، لا أنا بتكلم يعني أهل السنة ترى ذلك. نعم. مش موضوع قراء. طب ليه يا يزن إحنا عندنا قراء وأنتوا عندكم رواديد؟ يبقى مين يتمسك بالثقل الأكبر؟ القراء ولا الرواديد؟ يبقى أفكر فيها يا يزن بس. القراء. أحسنت. نعم القراء أكثر، بس لكن أحسنت. خلينا بقى ننتقل يا يزن على النقطة الثانية، الثقلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هل النبي هنا يا يزن قال الأئمة 12 يا حبيبي؟ لا. هل النبي هنا يا يزن صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل بيتي 12 إماما يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون؟ لا. هل قال أئمة معصومين؟ لا. أهل البيت يا يزن كما نحن اتفقنا نرجع للقرآن، في إن الزوجة من أهل البيت، إن عائشة من أهل البيت، ابن عباس من أهل البيت،
محمد بن الحنفية من أهل البيت، العباس من أهل البيت. احنا روينا عن هؤلاء، احنا تمسكنا بهؤلاء، بخلاف أننا روينا عن علي وفاطمة والحسن والحسين أكثر مما رويتم أنتم عنهم. لم نروي عنهم خرافات وإن بيطيروا في السماء، واللي علي رضي الله عنه هو اللي سخر البساط لسليمان. أي تمسك بالثقلين، أي من أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله يا يزن؟ أنتم لم تتمسكوا بوصية النبي، أنتم خالفتم وصية النبي. هل النبي قال لنا في واحد من أهل بيتي هيغيب 1200 سنة وتمسكوا بيه؟ نتمسك بيه زي لا شفناه ولا بيعناه ولا حسناه ولا أخذنا منه علم ولا دين ولا أخذنا فلوس ولا أخذنا أي حاجة خالص يا يزن. أستاذ رامي بدقيقة، هسه حاليا احنا في رواياتنا مذكور كل شيء، يعني مذكور إنه نعم لازم يعني يكون مثلا يعني أغلب أكو رواديد وأكو الثاني أستاذ ثواني. طيب يا ثواني يزن، الحين أجيك دقيقة. طب روح وهات يا يزن وارجع تاني. الله يهديك يا ولدي، وأنا سعيد إنك بتتصل بيا يا يزن. وحاول تتابعني يا يزن، حاول تتابعني على البث إن شاء الله. حاول تتابعني وتسمع اتصالاتي على العلماء وتحضر البث إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقنا وأن يأخذ بيدي ويدك إلى الحق يا يزن إن شاء الله. شكرا لك يا يزن. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.